كان هيديك هدية، أغلى هدية هتاخدها في حياتك. احنا موجودين في أغلى مكان في العالم، مكان هيديك هدية، أغلى هدية هتاخدها في حياتك. احنا موجودين في مجمع طباعة المصحف الشريف، مجمع الملك فهد. تعالوا معانا نوريكم خطوات طباعة المصحف كاملة من أول الورق لكل الخطوات لحد ما يبقى مصحف غالي، أغلى هدية ممكن تاخدها في العالم. تعالوا معانا ننقل لكم التجربة كاملة. لما تدخل هنا المطبعة لازم تركز، هتلاقي عارض لك كل أنواع المصاحف، والأهم بقى إن هو بيوريك إزاي المصحف بيتصنع من أول الورقة لحد الخيط لحد الفصل الذهبي اللي في النص. يعني تعالى كده، ده البكر اللي بيتزين بيه الاطراف بتاعه المصحف، وده البكر اللي بيتحدد فيه لما تبقى واقف عند صوره معينه، واللي فوق ده البكر اللي هو المقوى. وعندنا هنا تحت البصمه الحجريه والغلاف نفسه، الغلاف الذهبي الموجود هنا. هتلاقي هنا بقول لك قطع الجلد، الخيط اللي بيبقى محطوط في المصحف. وهتلاقي تحت بيعرض لك الاقلام اللي كان بيتكتب بيها المصحف زمان. وتحت هتلاقي اللوح الطباعي كمان. هتلاقي هنا مصحف للمكفوفين بطريقه برايل. فلما تيجي المدينة ما ينفعش تضيع على نفسك فرصة زيارة مجمع المصحف، وتيجي تشوف ازاي أعظم كتاب في الدنيا بيطبع من أول الورق لكل حاجة لحد ما تستلم أحسن مصحف، أحسن حاجة في الدنيا تقدر تكون معاك ذكرى. مكان هنا افتتحوه 1405، وبيطبع سنويا 18 مليون مصحف بيتوزعوا على العالم كامل. بعد ما تخلص جولتك في مجمع طباعة المصحف الشريف وتستلم أغلى هدية في حياتك وهو المصحف الشريف، الطبعة اللي بتذكرك بالمصحف اللي تمسكه في الحرم النبوي والحرم المكي. تيجي هنا لو عايز تشتري وتزود، ده مصحف مجاني. لو عايز تشتري وتزود وتاخد أي طبعات، سواء حجم صغير، حجم وسط، حجم كبير، الحجم الكبير بتاع الصلوات هتلاقيها موجودة هنا. وبكده نكون انتهينا، وما ينفعش تيجي المدينة من غير ما تيجي تعدي وتاخد أغلى هدية في حياتك.